الملك العلام جعل مواسم الخيرات تجارة للرابحين ومغنما للمتقين. أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. جعل شهر رمضان ميدانا للتزكية والتطهير والإحسان. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله بشر أمته بقدوم هذا الشهر فقال: أتاكم رمضان شهر مبارك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، ها نحن نقف على أعتاب شهر عظيم، شهر إذا دخل تغير وجه الحياة وتبدلت الموازين وارتفعت الهمم وفتحت أبواب السماء. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. تأملوا رحمكم الله، تأملوا رحمكم الله، لم يصفه الله بالطعام ولا بالشراب، بل وصفه بالقرآن. نعم، لأن رمضان في حقيقته مدرسة للوحي، يعاد فيه بناء القلب، ويعاد فيه ترتيب الأولويات، ويعاد فيه ضبط البوصر نحو الآخرة. أولاً، الفرح برمضان علامة لحياة القلب. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وفرح المؤمن برمضان ليس فرح عادة، بل فرح عبادة، لأنه فرح بفتح أبواب الجنان، وفرح بتصفيد الشياطين، وفرح ليلة خير من 1000 شهر. لكن الناس في استقبال رمضان أصناف، فهناك من يستعد له بالمشتريات فقط، وهناك من يستعد له بالبرامج والسهر ومشاهدة ما لا يشاهد في هذا الشهر الفضيل. فهناك من يستعد له كذلك بالزينة والمظاهر، وهناك من يستعد له بغير ذلك بما وجب أن يستعد له فيه. يستعد له بالتوبة، يستعد له بالنية الطيبة وبقراءة القرآن. فأي الفريقين تريد أن تكون عبد الله؟ ثانياً، بلوغ رمضان نعمة عظيمة. روى الإمام أحمد أن رجلين أسلما فاستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة فأدرك رمضان، فكان في الجنة أعلى درجة. أعيد الحديث. روى الإمام أحمد أن رجلين أسلما فاستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة فأدرك رمضان، فكان في الجنة أعلى درجة. لماذا كان كذلك؟ لأنه أدرك رمضان فصامه وقامه. فبلوغ رمضان ليس أمرا عاديا، هو اختيار إلهي ومنحة ربانية. فكم من إنسان كان معنا العام الماضي واليوم هو في قبره يتمنى ركعة أو تسبيحة. ثالثا، رمضان ليس موسما شكليا، بل هو تحول جذري. رمضان الحقيقي هو الذي يغير علاقتك بالقرآن، يضبط لسانك،
يهذب غضبك، يصلح صلاتك، يردك إلى ربك. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. عباد الله، الصيام ليس امتناعا عن الطعام فقط، بل هو امتناع عن المعصية. رابعا، واجبنا الجماعي في رمضان. عباد الله، رمضان ليس عبادة فردية، بل هو شعيرة جماعية، ومساجدنا في هذا الشهر تمتلئ بالمصلين وتزداد. وهنا يتأكد معنى قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. فالمسجد ليس مسؤولية الإمام وحده، بل هو مسؤولية الجميع. وصلاة التراويح خاصة تحتاج إلى التزام، وتحتاج إلى نظام وحسن إنصات. وأنصتوا، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وتشجيع ودعم معنوي. واعلموا أن الكلمة الطيبة قد ترفع همة الإمام أكثر من أي شيء آخر. فهذا ما يجب أن نكون عليه دعما لبرامجنا في هذا الشهر الفضيل. فلنتعاون جميعا ونساهم في تهيئة هذا المسجد المبارك، وأن نساعد القائمين عليه، وأن تتكاتف أعمالنا ومبادراتنا لإنجاح هذا الموسم العظيم وهذا الشهر الفضيل. فمن أعان على إقامة هذه الشعيرة كان له من الأجر بقدر إخلاصه ومشاركته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد، عباد الله، إذا كان رمضان موسما للرحمة فإن مفتاحه هو التوبة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. التوبة النصوح ليست كلمات باللسان فقط، بل هي ندم في القلب، وترك للذنب، وعزم على عدم العودة، ورد للمظالم. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه أعظم آية رجاء في كتاب الله تعالى. فمن دخل رمضان بقلب تائب خرج منه بقلب جديد. خطة عملية مختصرة لرمضان: المحافظة على الصلوات في وقتها جماعة، ورد يومي من القرآن لا يترك، صدقة ولو قليلة لكنها ثابتة، قيام ولو بركعتين بإخلاص، ضبط الجوارح عن المعاصي. عباد الله، إن هذا الشهر يدركنا هذا العام وهذا الموسم، نسأل الله يبلغنا إياه لا فاقدين ولا مفقودين. تبقت أيام قليلة إن شاء الله تعالى نسعى لصيامه ولقيامه كما يحب ربنا ويرضى، ونتساءل ويتبادر في أنفسنا: هل ندركه عاما قادما آخر؟ فاجتهدوا واسعوا في هذا الشهر الفضيل، واذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم،
ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله وأنتم مخلصون في دعائكم بكل قلب طيب وبنية صادقة. فاللهم يا ربنا بلغنا رمضان بلاغ توفيق لا بلاغ حرمان. اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب، وأعنا يا حي يا قيوم. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأهلينا من النار. اللهم اصلح بيوتنا وأبناءنا، اللهم اجعلهم قرة أعين لنا. اللهم بارك لنا في هذا المسجد المبارك وأعنا فيه على عبادتك وطاعتك وذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم. اللهم اجمع قلوبنا على طاعتك، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم آمن وطننا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ائتنا سؤلنا وبلغ كل واحد منا مقصده من فضله الدنيا والآخرة في هذا الشهر الفضيل. اللهم اقض حوائجنا يا حي يا قيوم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد كله علانيته وسره، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم أعنا على طاعتك، اللهم أعنا على طاعتك وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم باعدنا عن النار جميعا. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله. إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا أقيموا صفوفكم، حاذوا بين الآكل والأقدام تستوي الصفوف. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم.
فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم